وليش حذاء لامين يامال وبدري افضل مسيره كريستيانو رونالدو؟ ظل وياي الاخير تابعني وانت راح تعرف ليش. حسب وجهه نظر المدريدي والقانون اللي يمشي عليه انه حذاء توني كروس ولوكا مودريتش وداني كارفاخال وناتشو افضل من مسيره ميسي، والسبب انه هذول الاربع لاعبين قدروا يحققون 6 القاب دوري ابطال اوروبا بينما ميسي قدر يحصلها 4 مرات. على هذا القانون اللي انت تمشي عليه انا اليوم راح امشي وياك، راح اقارن بين مسيره كريستيانو رونالدو ويا لامين يامال وبدري. مسيرة كريستيانو رونالدو على مدى 20 سنة أو أكثر لعب قدر يحصل 7 ألقاب دوري فقط لا أكثر. مع ريال مدريد فقط خلال 10 سنوات و 345 مباراة وأكثر بشوية قدر يحصل 2 دوري إسباني، 2 كأس الملك، 2 كأس السوبر. في حين بدري ويا برشلونة وخلال 200 مباراة فقط قدر يحصل 2 دوري إسباني، 2 كأس الملك، و2 كأس السوبر. أي يعني بالمجمل تساوى مع رونالدو بعدد الألقاب اللي حصل عليها ويا ريال مدريد. النقطة الثانية، لامين يامال بعمر 17 سنة فقط وخلال 3 مواسم قدر يحصل 2 دوري إسباني، قدر يساوي رقم كريستيانو رونالدو اللي يحتاج 10 سنوات و345 مباراة أو أكثر، وواحد كأس السوبر وواحد كأس الملك. تخيلوا وياي من بعد 10 سنوات كم دوري يقدر يحصل لامين يامال وبدري، وهل ممكن انه يحاصلون على الالقاب الدوري على عدد الالقاب اللي قدر يحصل عليها كريستيانو رونالدو خلال مسيرته كاملة 7 القاب، ام راح يقدرون يتجاوزون هذا الرقم ويحصلون القاب اكثر من 7؟ اكتب رايك بالتعليقات وشارك الفيديو.